أكلة ممكن تعملوها بالبطاطس، طاسة سهلة وبسيطة جدا، تنفع للفطار، للغدا أو حتى للعشاء. هنحتاج في الوصفة دي بطاطسيتين حجمهم متوسط، وهنبشرهم بالمبشرة بالشكل ده، وبعد كده هعصرهم من المية والسوائل بتاعتهم خالص. وهنحتاج كمان بيضتين ومعلقة كبيرة من الكزبرة أو البقدونس، ملح، فلفل أسود وكمون. وهنضرب كل الحاجات دي مع بعضها. 3 معالق من الزيت، زيت زيتون أو زيت عادي. هنحط نص كمية البطاطس اللي احنا بشرناها، وبعد كده نحط عليها البيض والخضرة بتاعتنا ونظبط كده ونساوي. النار هادية بقى، وهنغطيها ونسيبها لمدة 7 دقايق. بعد 7 دقايق نتأكد ان هي خدت حرمشة كده من تحت وخدت لون واستوت من النص التحتين. نحط عليها بقى قطع من الجبنة زي ما انتوا عاوزين. حطيت شرايح كده من الجبنة بتاعت الساندوتشات، وحطيت كمان رشة من الجبنة الموتزاريلا، وحطيت النص التاني من البطاطس، طبعا هو هيلزق فوق الجبنة، رشة من الملح والفلفل الاسود والكمون. وهنقلبها بقى في الطاسة الناحية التانية، وهنغطيها مرة تانية ونسيبها بقى برضو لمدة 7 دقايق ولا حاجة لحد لما تحرمش من تحت